يا صحابي، ما اقدرش بقى على زعل الناس اللي ما بتحبش القهوه، فعملتكم احلى تشيز كيك. بس عملناها بقى المره دي بالجيلي. تعالوا نشوف الوصفه. بس اول حاجه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا. دي كل الحاجات اللي انا هحتاجها. هحتاج هنا البسكوت وكيس الكراميل وقشطه وكمان كيس الجيلي واللبن. واهم حاجه بقى ان احنا هنا نجيب اللبن. انا عايزاه يكون دافي، مش عايزاه يكون سخن، لانه لو سخن هيدوب لي البسكوت بزياده عن اللزوم ومش هيبقى حلو خالص في التشيز كيك. انا عايزاه يكون دافي مايل شويه، ان هو لو حطيت ايدي فيه هستحملها بسهوله جدا. وهبدا بقى ان انا انزل فيه البسكوت كده على طول واطلعه، علشان زي ما قلت لكم انا عايزه البسكوت يبقى القوام بتاعه زي ما هو ماسك نفسه، وفي نفس الوقت يبقى مديني الكرانش كده بتاعه التشيز كيك. مش عايزاه يكون دايب خالص. هحط هنا 3 معالق كبار من النيدو او من اي لبن بودره. وهبدأ بقى ان انا احط المكونات دي كلها في الخلاط مرة واحدة، تخلص في ثانية من غير اي مجهود. وهجيب هنا بقى الويب كريم او دريم ويب زي ما انتم شايفين. وهنا الكيس كان صغير، فحطيت هنا كيسين من الدريم ويب او الكريم شانتيه زي ما احنا عارفين. لو الكيس كبير بنحط واحد كبير على طول مرة واحدة. هنقلب بقى كل المكونات دي في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهيعمل لنا بقى الميكس اللي هنحطه في التشيز كيك. انا طبعا حطيت رصة البسكوت الاولانية فخلصتها، وبعدين بنبدأ ان احنا نعمل الخليط. بعدين بعد ما خلصت بقى الويب كريم هبدأ بقى انزل هنا بالكريم كراميل. كريم كراميل دي تركة زيادة، لو مش عايزين تضيفوها ما تضيفوهاش، بس هي بتعمل اضافة لذيذة قوي. لو مش متاحة عندكم حاليا مش لازم. بس طبعا زي ما قلت لكم بتدي طعم غني اكتر للخليط. هبدأ بقى ان انا اضيف هنا الظرف كله للخليط بتاعي. وبعدين هبدأ بقى ان انا احط القشطة. وانا كنت جايبة هنا العلبة القشطة الجاهزة، تقدروا تستخدموا قشطة جاهزة او قشطة طبيعية لو عندكم. حطيت هنا العلبتين. الخليط ممكن يبان ان هو طبعا تقيل شوية، بس هو السكر بتاعه كان مظبوط قوي. وزي ما قلت لكم حاولوا تستخدموا حاجات ما تبقاش يعني البسكوت يبقى بسكوت برضو خفيف، ما نبقاش مستخدمين الحاجات كلها مسكرة، عشان اوريدي المكونات كلها مش هنضيف لها سكر، نستخدم بس السكر اللي موجود في المكونات نفسها. خلصت بقى الخليط، هبدأ اخلط كل الكلام ده مع بعض. زي ما انتم شايفين الخليط كان تقيل قوي، ومع ذلك مش هحط له اي نقطه لبن. هبدا بقى ان انا اخلط كده وازق الخلاط زي ما انتم شايفين لحد ما الخليط نفسه يتجانس مع بعض، لان القوام بتاعه هيبقى مناسب معايا جدا. لو كنت زودت لبن او الحليب يعني كان ممكن يبقى خفيف بزياده. فما تستعجلوش خالص، وادوه وقته ان هو يتخلط كله مع بعض علشان يبقى القوام زي ما انتم شايفين كده. ده كده القوام المظبوط، عشان لو خفيف قوي هينزل من البسكوت ومش هيمسك ويعمل لي الطبقه اللي انا عايزاها. بعد ما رصيت بقى البسكوت زي ما انتم شايفين هبدأ انزل بالخليط كده عليه كله، وهغطيه. الخليط ده انا هقسمه لنصين، نصه هحطه في الجزء الاولاني والنص التاني هحطها في الطبقة التانية. بعد ما حطيته كده هبدأ بقى ان انا اجيب المعلقة بظهرها وابدأ ان انا افرده كده زي ما انتم شايفين. وبنفرده كويس على كل البسكوت اللي عندنا وعلى كل الاطراف، علشان يديني مساحة ان انا احط الطبقة التانية من البسكوت. بعد ما فردته هنا هبدأ بقى ان انا اعمل نفس الخطوات. هجيب البسكوت واسقيه في اللبن، وبعدين هرجع احطه تاني على الوش. ده الجزء اللي انا قلت لكم سيبنا الجزء التاني. بدأنا بقى ان احنا نعيد نفس الخطوات تاني، علشان احنا عم ببدأ ان انا اعمله طبقتين. طبعا عملت لكم الوصفه التانية اللي بالقهوه، سيبها لكم فوق علشان اللي ما شافهاش يروح يشوفها. بس وصفه القهوه دي عايزه حد يكون بجد بيعشق القهوه، علشان هي كلها غنية جدا بالقهوة وطعمها بجد كان رهيب. ودي بقى وصفة حلوة للأطفال أو للكبار ما بيحبوش القهوة، بالذات عشان الأطفال عشان ما ندخلهمش قهوة في الحلويات. وبس كده، دي كده سهلة وبسيطة نقدر نعملها وتبقى حلوة قوي، متاخدش وقت خالص، وممكن نشارك الأطفال معانا بيها كمان. بعد ما خلصت بقى رص كل الطبقة دي هبدأ أنزل بقى بالخليط على الطبقة اللي فوق. زي ما انتم شايفين بصوا القوام بتاعه اصلا عامل ازاي، مش محتاج ابدا ان انا احط له لبن ولا احط له اي حاجه. عشان كده قلت لكم خلوا بالكم ان احنا ما نزودش لبن الا لما نشوف القوام بتاعه يكون مظبوط. بدات بقى ان انا اسويه كده زي ما انتم شايفين. ودي كده خلاص هي
جاهزة معايا ان انا هدخلها على طول الفريزر بعد ما اسويها زي ما انتم شايفين. لو مستعجلة هحطها في الفريزر، لو مش مستعجلة هحطها في التلاجة. بس الاهم حاجة ان انا اخد بالي ان الطبقة اللي فوق دي تكون مسكت نفسها كويس جدا، وفي نفس الوقت متبقاش عملت لي طبقة تلج، علشان لما اجي احط عليها الجيلي تبقى ماسكة نفسها. نيجي بقى للخطوة التانية، هجيب هنا كيس الجيلي، هحط كوباية مية ساقعة مع كوباية مية مغلية. زي ما انتم شايفين الصينية كانت ماسكة نفسها كويس قوي، وفي نفس الوقت ما كانتش عاملة لي طبقة التلج اللي من فوق دي، عشان لما اجي انزل فيها الجيلي تبقى ماسكة نفسها وما يخشوش على بعض. عشان كده ادوها وقتها كويس قوي ان هي تتماسك، علشان ما ينزلش الجيلي تحت في الخليط بتاعي. هبدأ بقى ان انا انزل كيس الجيلي ونقلب كويس قوي علشان اتأكد ان الخليط كله داب فيه. وبعد ما اكون خلصت بقى هبدأ ان انا انزله على الصينية بتاعتي. وزي ما انتم شايفين انا كنت اوريدي بنزله حتى كمان بسرعة، ومع ذلك الحمد لله كانت الطبقة اللي فوق مسك كويس قوي، فما اضطريتش ان انا اعمل فيه اي حاجة. وبس كده نرجع ندخله تاني بقى الفريزر، وهتاكلوا احلى تشيز كيك بجد تحفة. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي.